لو انت فاكر ان الجيم او التمارين عموما بس للناس اللي عايزه تعمل عضلات كبيره او عايزه تخس، يبقى انت غلطان. الجيم او اي تمارين عموما ممكن تكون مفيده جدا لاي حد عنده مشاكل في ظهره او ركبه او اي جزء في جسمه عموما فيه وجع. طب ازاي؟ هناخد مثال، مثلا واحد ظهره بيوجعه من تحت، اسفل الظهر فيه وجع. في اسباب كتير قوي للموضوع ده، منها نقص فيتامينات زي فيتامين د او كالسيوم او ايا كان، وممكن يكون ضعف في العضلات، او ان في عضلات اقوى من عضلات تانية. زي ايه؟ زي مثلا عضله البطن، لو عضله البطن ضعيفه شويه زياده عن عضلات الظهر، ده بيخلي الظهر دايما يكون قافش، لان عضلات البطن اللي قصادها مش ماسكه او مش شاده الوزن اللي هو وزن جسمك بنفس القدر اللي ظهرك شده، فبيبقى ظهرك مشدود ووجعك. اعتبر ان العضلات دي عامله زي الاستك، لو انت ماسك استك شده من ناحيه والناحيه التانيه لا، هتلاقي ان في جزء مشدود قوي وجزء مرخي شويه. الجزء المرخي ده ما بيبقاش شادد الوزن بنفس القدره اللي شددها الوزن او العضلات اللي الناحيه التانيه المقابل ليها. يعني انت البطن هنا، الظهر الناحيه التانيه دي مشدوده جامد ودي مرخيه، يبقى انت كده في وجع عضلات في ظهرك بسبب موضوع العضلات البطن الضعيفه دي. او ان عضلات ظهرك ضعيفه شويه، فبتخلي ان العمود الفقري عليه الحمل بشكل زياده. يعني مثلا في ناس يكون مثلا عندها غضروف لا قدر الله، او عضلات او العمود الفقري عموما تعبه بسبب ان هو بيشيل او بيتحرك حركات عنيفه، فعضلاته مش قادره تستوعب الحركات او الاوزان دي، فبيضطر ان هو يقع حمل زياده عن العمود الفقري. طيب الحل ساعتها ايه؟ ان انت تقوي عضلات ظهرك علشان تشيل الحمل عن العمود الفقري. نفس الكلام في ركبك، لو انت ركبك بتوجعك، ممكن يكون في مشاكل طبية لازم تتعالج بأدوية أو بعمليات لا قدر الله، ولكن في أسباب تانية بتكون بسبب ضعف في العضلات، أو في عضلات تانية أقوى من عضلات تانية. زي إيه؟ زي مثلا عضلة الرجل الأمامية، لو هي قوية شوية زيادة عن العضلة الخلفية في الرجل، ده بيخلي العضلة الأمامية تشد الركبة ناحيتها لفوق، فيبقى في وجع في الركبة. فانت ساعتها هتكون محتاج انك تعمل توازن بين قوه عضلات رجلك الخلفيه ورجلك الاماميه علشان تحل المشكله دي. فلو انت فاكر ان الجيم او التمرين بس للناس اللي بتخس او الناس اللي عايزه تعمل عضلات او ان دي حاجه رفاهيه، لازم تغير وجهه نظرك عن الموضوع ده وتبقى فاهم ان في حاجات كتير جدا بيكون حلها في التمارين. بتكون اوجاع في جسمك حلها محتاج فيتامينات وتمارين اكتر منها علاج بادويه او عمليات لا قدر الله.